السلام عليكم، اهلا بيكم وحلقه جديده في برنامج الملعب. والنهارده زي ما قلنا في الفيديو اللي فات هنتكلم على كاس العالم. كل الفيديوهات اللي جايه هتبقى عباره عن كلام في كاس العالم. النهارده عامل فيديو جديد، مين اكتر 5 لعيبه هيتالقوا في كاس العالم، ومين اكتر 5 لعيبه هيعملوا مفاجاه ومش هيأدوا الاداء المنتظر منهم في كاس العالم. هنبدا باول 5 لعيبه هيتالقوا وهيأدوا اداء كويس في كاس العالم. في المركز الخامس فالفيردي اللي بيطلع نار من بقه دلوقتي مع ريال مدريد، بيشوط رجله زي ما بيقولوا كده مرزبه، بيلعب جناح ماشي، بيرجع يدافع ماشي، بيلعب في نص الملعب ماشي، نص ملعب هجومي ماشي، نص ملعب دفاعي ماشي. اتوقع ان فالفيردي مع منتخب الاوروجواي هيبقى عامل مؤثر جدا 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 ان منتخب الاوروجواي يروح بعيد ويؤدي ماتشات قويه ويعمل مفاجاه كبيره جدا جدا. الناس كلها هتتوقع ان فالفيردي يأدي، وانا من الناس دي. رقم 4 هو بدري دلوقتي من احسن اللعيبه ومن اهم اللعيبه في منظومه تشافي في برشلونه، ومن احسن اللعيبه الناشئه واللي طالعه في منتخب اسبانيا وفي العالم كله. بدري عامل اساسي في خطه لويس انريكي، اللي اتفرج على اليورو اللي فات شاف ان بدري هو اللي بيدور الكوره كلها زي ما بيعملها في برشلونه زي ما بيعملها في اسبانيا، الى جانب ان اسبانيا بيساعدوا شويه، بيساعدوا طريقه لويس انريكي، بتساعدوا اللعيبه. فبدري من اللعيبه اللي انا شايف ان هي هتثبت نفسها جدا، هتبقى سبب اساسي ان اسبانيا تفرض اسلوب لعبها في كاس العالم، تأدي بشكل قوي جدا، وهتأدي بالطريقه اللي لويس انريكي عارف يوظف فيها بدري لعيب كبير بس لسه عشان صغير محتاج اللي يوظفه. انا شايف ان في كاس العالم ده بدري من اللعيبه اللي هتأدي وهتتألق جدا جدا جدا. في المركز الثالث يجي ليفاندوفسكي نجم المنتخب البولندي، وهو من احسن اللعيبه اللي في العالم، اللي بتعرف تجيب جول من اقل فرصه، من نص فرصه، زي ما بيقولوا من انصاف الفرص بيعرف يجيب لك جول. بولندا يمكن مجموعتها تبقى قويه شويه، مع المكسيك، معاها السعوديه، مع الارجنتين، وبرده شايف ان بولندا هتتاهل مش بصعوبه، هتعرف تتاهل وهتعرف تثبت نفسها في المجموعه ديت. يمكن ماتش الارجنتين هو اللي هيبقى اصعب ماتش، بس ليفاندوفسكي كلاعب نفسه هيعرف يثبت نفسه جدا، وارد يبقى من هدافين البطوله. ماتش السعوديه وماتش المكسيك هيبقى فرصه كبيره ليه ان هو يأدي، خصوصا ان ممكن يكون ده اخر كاس عالم لليفاندوفسكي زيه زي سواريز، ميسي، كريستيانو. حتى ماتش الارجنتين هيبقى ماتش مش بالسهل خالص على بولندا، بس ليفاندوفسكي هيعرف يفرق، هيعرف يشيل منتخب بولندا زي ما عمل في اليورو وفي كاس العالم اللي فات، ويعرف يأدي بيهم اداء كويس. فليفاندوفسكي هو اللي معانا في المركز الثالث في اللعيبه اللي هتبقى بومينج في كاس العالم. يجي في المركز الثاني وانا مش بحبه بصراحه، لانه دايما في التجمعات الدوليه وفي البطولات الدوليه مش بيثبت نفسه، مع ان بيبقى عليه حمل كبير جدا ان هو نجم الفريق. وهنا كلامنا على نيمار منتخب البرازيل. هل هيعمل حاجه؟ انا حاسس انه هيعمل حاجه في كاس العالم ده. ممكن البرازيل ما تروحش كاس العالم في ابعد حاجه، ممكن ما تاخدش كاس العالم، بس نيمار كلاعب هيعمل حاجه. نيمار كاس العالم اللي فات كله كان حاطط عليه امال وكله كان عامل، بس ما اداش بالمستوى ده. ولما البرازيل طلعت من بلجيكا نيمار كان مصاب، انت كنت فين؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه طول البطوله. كاس العالم اللي قبل منه لما كان في البرازيل والناس كلها قايله احنا واثقين في نيمار الكابتن رقم 10 هو اللي هيشيل المنتخب على ظهره، ما عملش حاجه. يعني نيمار ما حدش يفتكر له ماتش مهم اخذ البرازيل كان عامل اداء رهيب زي ما بيعمل في باريس، زي ما كان بيعمل في برشلونه. ما بيثبتش ان هو قائد او متحمل المسؤوليه، مع ان في نجوم كبير جدا جم مكانه كانوا شايلين المنتخب. انا يعني عندي رونالدينيو، رونالدو زامورا، ريفالدو، روميرو، كل اللعيبه ديت، بس الجمهور اظن ان هو نفس صبره مع نيمار. كاس العالم دوت بالنسبه لنيمار مع انه لسه صغير، بس هيبقى يعني زي ما بيقولوا كده مفترق طرق، اكون او لا اكون كنجم منتخب كبير زي منتخب البرازيل لازم اثبت نفسي. يجي في المرتبه الاولى ليونيل ميسي اللي طلع واعلن ان ده اخر كاس عالم هيلعبه، اخر كاس عالم هنشوف فيه ميسي، اخر مره هنشوف الليو منتخب الارجنتين. اظن ان ميسي هيطلع مليون في المية من الباور بتاعه مع منتخب الارجنتين زي ما هو بيعمل دلوقتي. يعني اللي متابع ميسي من ساعه الكوبا امريكا اللي هم اخدوها، ميسي بيموت نفسه مع الارجنتين. كل بيقول لك هو بيلعب بمزاج، وفكره انك تلعب بمزاج دي يبقى انت عارف تطلع كل حته عندك امتى، عارف امتى تجري هنا وامتى ما تجريش، وامتى تشوط، وامتى تلعب باص، وامتى تلعب ثرو، وامتى ترجع تدافع. ميسي بيرجع يدافع، الى جانب ان المنظومه مخدمه عليه، المدرب عارف يخلي المنظومه تخدم عليه. ودي الحته دي هنرجع لها لما نيجي نتكلم في اكتر 5 مش هيأدوا اداء قوي في كاس العالم. ميسي عارف ان المنتخب اللي حواليه يخدم عليه، الاجيال اللي فاتت ما كانتش عارفه تخدم على ميسي كويس، مع ان كان معاه اجويرو، كان معاه بالاسيوس، كان معاه دييجو ميليتو، كان معاه فيرون، حضر فيرون، بس ما كانش فيه المدرب ولا اللعيبه اللي عارفه تساعد ميسي وتخلي ميسي يساعدها. بس الجيل ده اتوقع ان ميسي هيعمل اقصى ما عنده وهيأدي، ويبقى من احسن الناس اللي هتأدي في كاس العالم.
نيجي بقى لقائمه اوحش خمسه، او مش اوحش خمسه، اكتر خمسه نجوم او كبار الناس دايما بتتوقع منهم الاحسن مش هيأدوا في كاس العالم. نيجي لرقم خمسه. رقم خمسه انا حاسس ساديو ماني. ماني اللي حاطط منتخب السنغال، حاطين امال عليه كبيره. هو ما حدش متوقع ان السنغال تعمل حاجه، ومش حدش حاطط امل ان السنغال تنفجر في كاس العالم ولا تأدي اداء رهيب في كاس العالم. ممكن يتأهلوا مع المجموعه بتاعتهم مثلا مع هولندا مع قطر، يتأهلوا لدور ال 16 بس مش هيعملوا حاجه. بس فكره ماني نفسه، هل انت هتعرف تعمل حاجه؟ ما اظنش. ماني اللي يلاحظ في البطولات الاخيره في كاس الامم في التصفيات ما كانش قوي بالمعنى الحرفي. هي المنظومه بتاعت السنغال حلوه، بس انت كلاعب بقى، انت نجم الفريق اللي بيتبنى عليك اللعب، اللي بتحرك اللعب، لا مش احسن حاجه. ما اعتقدش ان ماني هيبقى من الناس اللي هتنور قوي في كاس العالم، او على الاقل في المجموعه بتاعت السنغال هيعمل حاجه، هيبقى فارق يعني. في المركز الرابع دايما كده في كل كاس عالم في حارس يبقى نجم ويبقى كبير جدا، ويجي في كاس العالم مستواه يقل، يبقى حظه وحش. لو تفتكروا كاس العالم اللي فات ديخيا مع اسبانيا كان ضايع. الاجوان اللي دخلت في اسبانيا كلها يعتبر نصها بسببه. اتوقع ان الحارس اللي هيبقى جاي عشان فيه اصابه وهيبقى جاي مش في مستواه قوي مانويل نوير. ده بالنسبه لي مفاجاه. مانويل نوير شخصيه قويه، شخصيه بيعرف يقود الفريق، بيعرف يطلع فجاه يلحق المنتخب بتاعه. اظن ان نوير مش هيبقى في احسن مستوياته. هو تقييم حارس في بطوله دوليه بيبقى صعب شويه، بس يعني نوير مش من الحراس اللي بتعمل فضيحه او بتعمل غلطه كبيره، بس اتوقع ان نوير مش هيبقى في احسن، يعني مش هيبقى في احسن مستوياته. المركز الثالث في اللعيبه اللي الناس كلها متوقعه منها حاجه ومش هيأدوا، فان دايك من ساعه ماتش ليفربول والسيتي اللي ليفربول كسبت فيه ومن قبله هو فاق، والناس كلها بتقول فان دايك لما بيفوق ليفربول بيفوق، وبدا الدفاع يبقى صميم، بدا الدفاع يبقى قوي، بدا الدفاع يمسك نفسه، وكل الكلام ده حلو. حاسس ان في منتخب هولندا منتخب قوي، وانا اتوقع هولندا هيروح بعيد في كاس العالم، بس فان دايك نفسه هيبقى نقطه ضعف اكتر منها نقطه قوه. معاه مدافعين اقوياء زي دي فريج بتاع انتر، زي دي ليخت في البايرن، هيشيلوه. يعني المفروض ان هو اللي يشيله، خصوصا ان هو كابتن الفرقه، لا هم اللي هيشيلوه. اتوقع ان فان دايك مش هيأدي الاداء المنتظر منه قوي على ما اظن. في المركز الثاني والاول، وده لو حصل يعني هتبقى مفاجاه كبيره جدا، المركز الثاني من اللعيبه اللي مش هتتالق قوي في كاس العالم كيليان امبابي كان عامل اداء رهيب كاس العالم اللي فات اللي خدته فرنسا، بس لعيبه زي كده كيليان امبابي من النوع اللي هو كاس العالم انت كنت رايح لعيب سريع، باريس دفع فيك مبلغ، انت كنت متالق في موناكو، بس العين مش عليك قوي. اصلا فرنسا نفسها ما كانتش العين عليها في كاس العالم، محدش كان متوقع ان فرنسا هتاخد كاس العالم، فكان بيلعب بحريته. امبابي المره دي رايح انا النجم، انا اغلى لاعب في العالم، انا اللي ريال مدريد كان هيموت عليا، انا اللي محطوط شرط جزائي في عقد 300 مليون يورو، مفيش حد نجم في فرنسا غير انا وكريم بنزيما، انا المستقبل. حتى كريم بنزيما ده اخر كاس عالم ليه. امبابي لما بيفكر بالطريقه دي مش بيأدي، وكله يفتكر فرنسا في اليورو اللي فات اللي طلعت بضربات الجزاء قدام سويسرا، امبابي ما قدمش اي حاجه في البطوله دي، واظن امبابي لو فضل بنفس تفكيره مش هيعمل اي حاجه في كاس العالم. نيجي لصاحب المركز الاول في اللعيبه الكبيره اللي مش هتعمل حاجه في كاس العالم دي، ومن هنا نتكلم على فكره المنظومه والمدرب، لان في المركز الاول يجي كريستيانو رونالدو في الظروف اللي هو فيها مع مانشستر، قله اللعب، قله التدريب، الضغط الاعلامي والضغط الجماهيري، كله بيقول لك كريستيانو هيروح في كاس العالم هيسكت الناس كلها، وانا من الناس دي، وكنت بقول كده ان كريستيانو رونالدو بطبيعه شخصيته هو فايتر، هو مقاتل، هو بيشوف الناس كلها بتتكلم عليه ازاي وبيروح يغير وجهه نظرهم. بس الفكره هنا ان كريستيانو رونالدو مش عشان هو وحش، كريستيانو رونالدو مش هيتالق عشان المنظومه اللي هو فيها مش مساعداه زي ما كان مانشستر يونايتد السنه اللي فاتت، زي ما كان مع سولشاير. يعني انا خلصت تنهاج وسبت مانشستر وسبت مشاكلهم ورايح منتخب البرتغال اللي مليان نجوم، بس معاه مدرب عقيم، مدرب مش عارف يخلي النجوم دي كلها حتى تخدم على كريستيانو، ولا النجوم دي تعرف تنور لوحدها. فاظن ان رونالدو هيبقى حظه وحش قوي اللي هو رايح كاس العالم مع المدرب ده، المدرب اللي مش هيعرف يوظفه صح، وممكن كلام يطلع غلط وكريستيانو ومبابي وكل اللعيبه دي تبقى من نجوم كاس العالم. هنشوف، كاس العالم خلاص قرب، فاضل عليه اقل من شهر، وهنتفرج ونحلل مع بعض اداء كل اللعيبه. بس ده كان نهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب للقناه، وان شاء الله هنتقابل في فيديوهات جايه كتير جدا تخص كاس العالم. سلام.